السلام عليكم. هنعمل رقاق المصري الفلاحي بطريقه بسيطه جدا وسهله. يلا بينا. فاول حاجه هنجيب الصينيه بتاعتنا، نحط فيها معلقه كبيره من السمنه، وهنزل عليها بحبه بصل كده حلوين مقطعينهم قطع صغيره، وهشوحهم الاول. حابه تحطي اللحمه الاول براحتك، حابه تحطي البصل الاول زي ما انا عملت برضو براحتك. هنحط البصل بتاعنا على السمنه ونسيبها لحد ما تدبل شويه كده، واول ما يدبل معايا بالشكل اللي قدامك ده هوسع كده او اعمل حفرة في النص كده، وانزل باللحمة عشان تنزل والطاسة سخنة وتاخد السخونية، بحيث ان اضمن ان هي ما تنزلش المية بتاعتها، واسيبها كده دقيقة وارجع بقى افتتها او اقلبها بالراحة خالص. وبعد ما اقلبها وتاخد معايا اللون او تغير اللون بتاعها للون الرمادي المعروف، واقلبها بقى مع البصل كده وادمجهم مع بعض، اكون مجهزة بقية الخضار بتاعي. وانا مقطعة بقى فلفل رومي وفلفل حامي، حابه تستغني عن الحامي براحتك خالص. حطينا الفلفل وهنديله تقلبتين كده. انا الفلفل حطيته في الاخر مش مع البصل عشان يفضل محافظ على لونه والقرمشه بتاعته. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، هستعمل بس فلفل اسود وملح، وطبعا على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. بعد ما احط الفلفل الاسود بتاعنا والملح هقلبهم تقلبتين مع بعض كده كويس قوي، واسيبهم واوطي النار عليها خالص، واغطيها لمده 3 دقايق 5 دقايق كده. ولما اتاكد ان خلاص اللحمه بتاعتي استوت، هنزل بالجزر مبشور معايا. ليه هنزل بالجزر في الاخر وكمان لما اتاكد ان اللحمه استوت؟ لان الجزر بمجرد ما بينزل على حاجه سخنه بيغير اللون بتاعه وبيستوي على طول. فاول ما احط الجزر واقلبه كده معاهم كويس قوي دقيقتين بالظبط، واطفي النار على اللحمه وتكون معايا خلصت بكل سهوله وبابسط طريقه، واركنها على جنب. نيجي بقى للاساس بتاعنا اللي هو الرقاق. هنجيب صينيه بتاعتنا نحط فيها في قعر الصينيه او الطبقه الاولى اللي هي قدامك دي، هتحطي سمنه كتير عشان لما الرقاق نحطه ما يلزقش في الصينيه، وكمان ياخد اللون الذهبي واعرف اقلبه لو هقلبه واحطه على النار من فوق. بصي بقى، بالفرشه كده او بمعلقه او باي حاجه هتوزعي السمنه كويس قوي في كل حته، في الجوانب من فوق ومن تحت، عشان اضمن ان الرقاق لما احطه طبعا هيبقى مبلول بالشوربه فما يلزقش في قلب الصينيه ويتقطع مني ويتفرق. وزعت السمنه كويس قوي. نيجي بقى للرقاق بتاعنا. الرقاق ده احنا عملناه قبل كده في فيديو مدته دقيقه، جبتلك الرقاق بتفاصيله كلها، هحطهولك في صندوق الوصف، وممكن كمان في اول كومنت هتلاقيه مثبت معاكي. نجيب بقى صينيه تانية نحط فيها حبه من الشوربه حلوين، واتاكد ان الشوربه متحيقه كويس. هجيب الرقاقه بتاعتي وبالكبشه كده هوزع او احط عليها الشوربه بالشكل اللي قدامي كده. من زمان هم بيعملوا الطريقه دي، امهاتنا المصريه واجدادنا بيعملوا الرقاق بالطريقه دي دايما. بعد كده هسقي الرقاقيه بتاعتي كويس قوي بالشوربه، والشوربه تكون سخنه جدا عشان تطري معايا الرقاقيه كده وتبقى جميله. ما ينفعش تستعمليها وهي بارده او نص سخونيه او دافيه شويه، لا لازم تبقى شايلها من على النار بتغلي. هسقي برضو تاني شوربه. بصي، لو انت هتحطي سمنه ما بين كل طبقه يبقى حطي سمنه خفيفه. انا حطيت سمنه بين كل طبقتين، يعني حطيت الطبقه الاولى وحطيت عليها الطبقه التانية وبدات احط السمنه. بعد كل طبقتين حطيت حبه من السمنه حلوين. هخلص معايا الرقاقية التانية بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الرقاقة الاولى، وهحطها عليها كويس. على فكرة لو الرقاق طلعت اكبر من الصينية بتاعتك مفيش مشكلة، كسري الحتة الزيادة وحطيها عليها، مش هتعمل اي حاجة. هحطها كويس قوي على التانية كده واضغط بايدي. هحط بقى عليها حبة من السمنة حلوين، حوالي معلقتين كده. وبعد ما احط معلقتين السمنة الكبار بتوعي هوزعهم كويس على الرقاقية من فوق بالفرشة بتاعتنا، او بمعلقة كده امشي كده بظهرها ووزعي السمنه اللي انت حطيتيها عشان تاكدي ان هي هتبقى في كل حته. بعد ما عملت حوالي 5 طبقات من الرقاق تحت، اخر طبقه ما تحطيش عليها سمنه عشان طبعا اللحمه فيها سمنه، فما تحطيش على اخر طبقه سمنه. هنحط اللحمه بتاعتنا بقى على اخر طبقه معانا احنا عاملينها ونحطها كويس. شوفي بقى انت عايزه تعملي 3 رقاقات 4 5 على حسب انت عايزه تعملي الكميه بتاعت الورق الرقاق قد ايه. هوزع اللحمه بتاعتي كويس قوي واحطها في كل الجوانب زي ما قلت لك. الطبقه اللي انا هحط عليها او الرقاق اللي هحط عليها اللحمه ما بنحطش عليها سمنه. بعد ما وزعت اللحمه بتاعتي كويس كده هكمل بقى بقيه الطبقات بتاعتنا بنفس الطريقه، ويكون نفس العدد بتاع اللي تحت. عملتي تحت 3 يبقى فوق 3، تحت 4 يبقى فوق 4. بصي بقى، طبعا واحنا بنحط اللحمه لازم نروح نغلي الشوربه تاني عشان تبقى سخنه معايا. هنا كانت سخنه نار، مش عارفه امسك الرقايه بسببها، لازم تبقى سخنه قوي.
لو هتعمليها على البوتاجاز من فوق، حطيها على نار واطيه واقعدي لفي فيها كده حبه بحبه. يعني حطيها في الاول كده، خلي نصها من جوه على النار وانت موطيه النار تماما، ما تعليهاش خالص. وبعد كده خلي الطرف بتاع الصينيه على النار، يعني زقي الصينيه كده لورا شويه وخلي الطرف بتاعها هو اللي على النار، وعلميها بعلامه مميزه واقعدي لفي فيها لحد ما كلها تاخد لون. ولو برضو مش عايزه تحطيها تحت الشوايه بحيث ان اللي فوق ياخد لون، لا، وعايزه تكمليها على البوتاجاز، هاتي غطا قلبي فيه الرقاق، ولما تقلبيه وتخرج معاكي على الغطا في الصينيه، حطي برضو حبه من السمنه تاني، ورجعي الرقاق بقى بالراحه خالص عشان ما فيش حاجه تقع منك، وكمليها على النار. حبه بعد ما حمرتي اللي تحت من فوق على النار، تخلي بقى الوش ياخد من الشوايه، حطيها تحت الشوايه 5 دقايق تكون اتعملت معاكي. عايزه الطبقه بتاعه الوش لما تحطيها تحت الشوايه تبقى طريه، غطيها وهي سخنه وسيبيها 10 دقايق ربع ساعه، هتلاقي الوش معاكي طري خالص وما بقاش ناشف. عايزاها بقى ناشف براحتك خالص، وعلى حسب ذوقك. خلصنا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. اشتركوا في القناه واعملوا لايك. باي باي.